اليوم رح نحكي عن موضوع انتم بتحبوه كتير وعم نسلط الضوء عليه هلا بفترة رمضان، واللي هو حلويات رمضان. احنا خصصنا هاي النصيحة علشان نحكي عن كيف نقدر نحضر هاي الحلويات بشكل أقل دسامة. طبعا اكيد من اكثر الحلويات اللي بتتحضر برمضان هي الحلويات اللي بنعتمد فيها على القلي، ان كان قطايف، ان كان الجيمات، ان كان شغلات مقليه ثانيه. هلا اكيد مش حنقدر انه نخففها لدرجه تكون قليله جدا بالسعرات الحراريه، بس اكيد بنقدر نختار انواع من الدهون او حتى انواع من المحليات اللي هي مثل القطر او الشيره تكون اخف بالسكر. كمان القلي احنا كثير ممكن بانواع من الحلويات نستعيض عنها من القلي انه نشويها، ومنها طبعا اكيد القطايف. ممكن انه نستعمل انواع الزيوت اللي هي بتكون على شكل رش، او انه مسحه خفيفه جدا من الزيت او من الزبده على هاي الانواع من الحلويات. كمان في كثير انواع من الحلويات بتكون تحتوي على الالبان ومنها الحليب. استعمال نوع من الحليب القليل الدسم او حتى الخالي الدسم اذا قدرنا انه نستعمله، احنا هون عم نخفف جزء كثير كبير من السعرات اللي عم تدخل على الجسم. خلينا نبدا نستعملها، ندخلها بمطبخنا، نتعود عليها شوي شوي. يمكن اول مره تكون الطعمه مش مناسبه، بس بعدين احنا بنتعود عليها وبنصير نلاقيها جزء من حياتنا الطبيعي. ان شاء الله تكونوا استفدتوا من النصيحه اللي قدمت لكم اياها، وبلاقيكم بنصيحه ثانيه.